صباح الخير او مساء الخير، يعني على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. انا مش عارفه هو ينزل امتى الصراحه. الحقيقه انا بعمل الفيديو ده شويه للصياح عشان اخلص الحاجه اللي ورايا بسرعه. ليه؟ لان انا لما ببقى عارفه ان انا في فيديو بكون متحمسه ان انا اخلص الحاجه اللي انا بعملها عشان خاطر بس انزل الفيديو مش اكتر. والصراحه يعني هو انا باخده دافع بالنسبه لي ان انا عايزه اوثق حاجات، عايزه اوثق لحظات، يعني something like that نبقى نتكلم عليه في فيديو تاني. المهم ان انا دلوقتي مزنوقه جدا في المشاريع احنا نهايه الترم، بس اللي انا شغاله فيه دلوقتي هما 19 لوحه للانشاء هيتسلموا يوم الاربعاء والنهارده الخميس، فيعني مقدمناش وقت كتير. الفكره ان هما صعبين، يعني انا اصلا الماده دي تقيله على قلبي قوي، بس هيخلصوا، لازم هنخلصهم وهنسلم. فانا قررت ان انا هاخدكم معايا في الكام يوم اللي جايين، يعني هناخد كام شوت كده اوريكم فيهم الايام مشيت ازاي لحد ما سلمت. والفيديو ده مش هينزل غير بعد ما اسلم، يعني يوم التسليم بالليل على ما اقدته كده. فهاخدكم معايا ويا رب يبقى فيديو خفيف. ابدأ بإنجازات صغيرة. احنا الإنجازات كبيرة براقة كذا تجذبنا، لا ابدأ بإنجازات صغيرة. هذه الإنجازات الصغيرة تولد حافز على الاستمرار وتجعلني أملك دليل على أنك أنت ما تعرفني. حقيقة ان انا فرصة كبيرة، وهي ان اللوحة خلصت، وانا ما كنتش حاطه ده في دماغي ان هيجي لحظة واللوحة تخلص. يعني قعدت اسحب لوحة ورا التانية، مرة واحدة اللوحة خلصت. الفكرة اللي مضايقني ان انا كنت حاطه ديدلاين لشوية لوح كده ان هم يخلصوا كمان ساعتين تقريبا، فمش هلحق. وللاسف على ما اروح اجيب لوح يعني هضيع وقت كبير. بس مضطر هاخدكم معايا، هنروح مشوار بالعربية صد رد ونجيب لوح ونيجي. لأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ها أنا يا رب أحاول، فبارك المسعى بالقبول واختم لي بالوصول، واجعلني من الشاكرين يا رب، ثم ألهمني بنعمتك لكي أحدث. النهاردة السبت، وللأسف ضيعت وقت كتير النهاردة بسبب ان انا خرجت رحت الجوازات، كنت بعمل جواز سفر، وطبعا انتوا فاهمين يعني ايه رايحين مصلحة حكومية، يعني نص اليوم بيضيع تقريبا. المهم ان انا يعني مش عارفة الحق اخلص عدد اللوح اللي كنت حاطاها لنفسي النهاردة ولا لا، بس I swear ان انا هحاول عشان انا اصلا يعني عندي حاجات تانية، تسليمات تانية هتتسلم، وعندي كلية الايام الجاية، فلازم هكون بحاول اوازن ما بين الاتنين، وخصوصا كمان ان انا عايشة لوحدي فمحتاجة اوازن كمان هنا. فتعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. اطلع من هذه الدوامة، اطلع. انت اليوم بالغ ناضج عاقل قوي، عندك مهارة ضبط الذات، واضبط ذاتك. خلاص حط حد. انت اللي تتحكم في العالم اللي حولك، مو العالم اللي حولك يتحكم فيك. انت اللي تختار تدخل برامج التواصل الاجتماعي ولا لا، انت اللي تختار المدة اللي تستخدم فيها هذه اللعبة ولا لا، انت اللي تختار، مو هم اللي يعطونك اياه. مساء الخير. النهاردة بقينا لحد رابع يوم، الحمد لله خلصت عدد كبير من اللوح، يعني ماكسيموم بقيلي 4-5 لوح. في 3 منهم اوريدي انا كنت رسماهم، بس هيتعدل عليهم حاجات بسيطة بس هظهر حاجات فيهم. وفي واحدة جدول بس هيبقى كلام، يعني عبارة عن جدول وشوية كلام جواه، جدول تشطيبات. وفي لوحة بتاعة الغلاف دي انا لسه مش عارفة اعملها ازاي، بس انجزنا ولسه معانا وقت كمان الحمد لله. اللي كنت عايزه اقوله بقى انه انا اكيد مش ال4 ايام اللي فاتوا دول انا مرميه على اللوح وضغطه نفسي وما بعملش حاجه، لا خالص، بالعكس الحمد لله. يعني في الايام دي كنت وزنه، يعني قادره اوزن جامد، فان انا اخد بريك واخرج واعمل حاجات. يعني خرجت كذا مره، رحت لاصحابي، يعني انا مثلا لسه جايه من صاحبتي من شويه، بنزل اروح عند اخواتي، حتى بدي لنفسي هنا بريك في البيت، ممكن اتفرج على حاجه، اعمل حاجه. فاللي هو مهما كان الشغل اللي ورايا لازم باخد بريك، لازم بريح نفسي، بريح اعصابي، بريح دماغي. مستحيل افضل قاعده على اللوح او قاعده بشتغل كتير عشان نفسيتي، ده اهم من 100 لوحه و100 مشروع.
خلي بالكم من نفسكم. بابا بص. رايحة فين؟ الكتاب بتاع شارلوت بيقول لو اتمنيت أمنية وبصيت على النجمة يبقى لازم تتحقق. خلاص اتمني براحتك يا حبيبتي. ايوه اتمني يا حبيبتي كل اللي عاوزاه، بس خليكي فاكرة. صباح الخير. النهارده بقينا الاثنين، اليوم الخامس. الساعة حاليا 8 الصبح. يا دوب انا صحيت صليت وفطرت، وحاسه ان انا بدأت ازهق، بدأت اهبط. يعني ما انجزتش كتير امبارح الصراحه، فحاسه ان انا بتمرقع. والفكره انه خلاص، ما يعني عشان طلعت طاقه كتير، فمش شايفه ان في دافع او حافز تاني. فقررت اخد حاجتي وانزل اروح اشتغل في ورك سبيس بره. قررت اخد واحده صاحبتي معايا عشان نشجع بعض. يعني احنا يعتبر كنا بادئين مع بعض من الاول، اللي هو بنتابع لوحه بلوحه مع بعض ونشجع بعض وكده. فحسيت ان احنا الاتنين بدأنا نهبط وما تكلمناش كتير امبارح، وما تكلمناش يعتبر. فكلمتها وقلت لها يلا بينا ننزل نكمل اللوحه اللي ناقصه، وان شاء الله مش هرجع من بره غير لما اكون مخلصه اللوحه اللي ورايا، يا رب فعلا. شباب كتير منا بيضيع وقته عشان يعمل إدارة صحيحة للوقت. إنك تنظم وقتك هي مضيعة لوقتك إذا أولوياتك مش واضحة. لأنه إذا أولوياتك مش واضحة أنت بتنظم وقتك علشان شو؟ أنت ما عارف شو أهم، أهلك ولا الشغل ولا ربك ولا مجتمعك ولا جسمك ولا أصحابك ولا المغامرة، وإيش المهم عندك أنت. لما تعرف إيش المهم عندك بعدين تعال أعطيه الوقت الكفاية. انا رجعت من شويه من الورك سبيس من بره، وللاسف مخلصتش اللوح، بس لسبب ما. يعني انا كان ناقص لي حاجات بسيطه، كانت صاحبتي اللي معايا كان ناقصها حاجات اكتر شويه، فالصراحه يعني قعدت اساعدها وسبت حاجتي. المهم ان انا يعني وشي باين عليه ان انا هموت وانام، بس انا مش هنام غير لما اخلص. انا دلوقتي الساعه 9 وانا جايه من ساعتين 3 تقريبا، بس كنت بتمرقع مع اخواتي. دلوقتي عملت مشروب المفضل ليا، وجايبه دوناتس بالبيستاشيو، هاكلهم وهبدأ ان شاء الله. ان شاء الله مش هنام غير لما اكون مخلصه. جماعه دلوقتي الساعه 12، يعني انا يعتبر خلصت اللوح. فاضل لي واحده بس اللي هي بتاعه الغلاف، اسمي بقى واسم اللوحه وشويه حاجات كده. ولسه في بكره التلات. يعني الصراحه ما كنتش متخيله ان انا هخلص. حاسه ان انا بقالي فتره دماغي مسحوله في اللوح دي، فحاسه ان انا مش عايشه. يعني انا لما باجي اتكلم مع اهلي، مع صحابي، مع اخواتي في اي موضوع، ممكن بيبقوا بيتكلموا معايا في موضوع تافه، بنتناقش في حاجه عاديه جدا، لايك مثلا الاكل دي بتعمل ازاي، مش عارفه ايه، حاجات تافهه قوي، وانا حاسه انا بلهاء. ممكن يكونوا قاعدين بيكلموني وانا اصلا مش عارفه، انا مش عارفه انتوا بتقولوا ايه. بحس الكلام كان بيدخل من هنا ويخرج من هنا، مكانش بيعدي على الجزء ده خالص، ده مكانش موجود. ده كله كان هنا اللوح اللي عندي، انشاء 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 انشاء. فكنت حاسه بمدى غبائي الفتره اللي فاتت دي في الحياه عموما، مش في الحياه يعني حواليا، ان انا مش فاهمه حاجه. الدكتور واقف بيتكلم معانا عادي، مش فاهمه انت بتقول ايه. صحابي قاعدين بيتكلموا، انا مركزه معاهم وبصلهم، بس ما مش عارفه. انا مش عارفه انا كنت فين الايام اللي فاتت، استيل لحد دلوقتي الصراحه. يعني حاسه ان انا محتاجه انام مثلا على الاقل 2-3 لان انا يعتبر من ساعه ما الترم ده بدأ وانا بنام الساعه 4 واصحى الساعه 7. الساعه دلوقتي 12، مش عارفه انا قلت ولا لا. والمفروض بعد السكشن بعد ما اخلص يعني ارجع اعمل لوحه الغلاف واخد اللوحه كلها، هاخد 19 لوحه
وهنزل مكان اروح اجلدهم اكعبهم، مش عارفه لسه هعمل فيهم ايه، عشان الدكتور مش عايزهم ملفوفين، مش عايزهم بدبابيس ورق. هتكعبوهم يعني هتكعبوهم، هتعبكوا يعني هتعبكوا. المهم ان انا لسه حاسه بالحمل ده موجود، عشان لسه مسلمتش يعني، ولسه مش عارفه اعمل ايه. بس يا رب فعلا تعدي التسليمه دي على خير، وعلى الاقل يعني الكام يوم اللي انا تعبتهم دول. الصراحه انا بحاول مع الماده دي في اول الترم، او بكرهها جدا، بكره الانشاء جدا جدا جدا. فبتمنى يعني انه ربنا هيدينا على قد تعبي، وانا راضيه بجد، انا راضيه باي درجات اي حاجه، عارفه ان انا باخد اللي استاهله الحمد لله. يعني انا يعني برضه جدا بكل، برضه بقليلي جدا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هنكمل الفيديو بعد التسليمه، وهاخدكم معايا بكره وانا رايحه كعب. تصبحوا على خير. جماعة خلصت اخيرا الحمد لله. خلصت اللوح كلها ونزلت عملتهم، ولسه راجعه من شويه، بس سبتهم في العربيه تحت الصراحه، كسلت اطلع وانزل الصبح وكده. مش عارفه انا قلت لكم ان انا عايشه لوحدي في البيت ولا لا، بس انا الايام اللي فاتت دي كلها مكنتش بعمل اي حاجه، لا بشغل غساله ولا بروق اوضتي. روقت الشقه مره الصراحه. ف ده الوقت بقى، النهارده التلات بالليل، تسليمه بكره، خلصنا اللوح. عايزه اروق الشقه كلها واشغل الغساله واغسل المواعين واروق اوضتي بجد كأن فيها انفجار. بس عادي، انا متصالحه من الموضوع ده عشان اللي كان ورايا. فالمفروض ان انا اقوم اعمل الحاجات دي دلوقتي، وهقابلكم بكره في التسليم. عايزه اقول لكم ادعوا لي، بس الفيديو مش هينزل دلوقتي، بس انا خايفه قوي. وصلنا لنهايه الفيديو، وسلمنا 19 لوحه ورجعت البيت. مش متخيله بجد، يعني كنا خارجين من السكشن النهارده انا وصحابي مش مستوعبين انه خلاص بجد الانشاء خلص ومش هنرسم تاني، خلصنا. فبجد الحمد لله الحمد لله، كل حاجه بتعدي سبحان الله. من اول الترم وانا كنت مضغوطه قوي في الماده دي، ولما سمعنا بقى على كم اللوحه اللي احنا نرسمها في المشروع ده كنت بقول مستحيل، بجد مستحيل. الموضوع كان صعب ومكنتش متخيله ان هو هيعدي، بس يقينا يعني كل حاجه بتعدي حرفيا، يعني كل حاجه بتعدي على راي الاستاذ امير عيد. ف يعني اللي اتعلمته من الموضوع ده انه كل حاجه بتعدي، بس قدرت في الفتره دي ان انا اوازن في ان انا اقدر ما اضغطش نفسي قوي في المشاريع، وفي نفس الوقت اخلصهم وادي ريست لنفسي، ادي بريك لنفسي، احط ديدلاين لنفسي. اتعلمت ان انا انظم وقتي، كنت كاتبه اللوح وكاتبه دي هتاخد وقت قد ايه ودي هتاخد وقت قد ايه. يعني الضغط ده احيانا بيعلمنا حاجات كتير قوي، النظام. حاسه ان ده هتكلم في فيديو تاني عشان ده ما يطولش. المهم ان انا مبسوطه قوي، مش عارفه الفيديو هيكون طويل في الاول ولا لا، بس كنت مبسوطه قوي وانا بعمله، ودي كانت حاجه مشجعاني ان انا اخلص اللوح. انا حاليا دلوقتي قاعده عندي برزنتيشن بكره عن الذكاء الاصطناعي والعماره، وبالمناسبه هعمل فيديو كامل عن الذكاء الاصطناعي، لان ده بجد حاجه كبيره قوي قوي فوق ما تتصوروا، في حاجه كتير قوي فيه، فلازم هعمل فيديو عنه.
دلوقتي عايزه اشكركم انكم كملتوا الفيديو للاخر، واقول لكم ان انا بجد كنت مبسوطه قوي بجد وانا بصور الفيديو وبشارككم باللحظات دي. انا اصلا كيومنا بحب اشير لحظات كتير قوي، وبحب اوثق لحظات كتير جدا. وده كان سبب رئيسي الصراحه ان انا اصور. في دماغي فيديوهات كتير الصراحه وحاجات كتير هعملها، بتمنى ان انتوا تكونوا مبسوطين معايا، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي.